في نادينا نادي التوفيق للتنس الجميل الشيق من أعرق الأندية المصرية بونجاك السيكي يحدثكم سيرا على الأقدام في ثاني يوم من أيام العيد المبارك في أيام التشريق الجميلة الذكية. مصادفة سعيدة من إيجاد يوم أول يوم في صباح جميل ومشرق. قررت أن أقول هذه الكلمات الجميلة في هذا اليوم الجميل اللذيذ اللطيف قبل آذان الظهر المبارك والتريض الجميل في هذا المكان الشيق واللطيف في ممشى نادي التوفيق للتنس وملاعب نادي التوفيق للتنس الجميلة الشيقة، والأصدقاء الذين ما زالون ينامون وينعمون بالراحة وفي ثاني أيام العيد، وإن كنت أعيب عليهم ذلك لأننا جميعا يجب أن نستمتع بهذا الجو الجميل. إن هذا الجو الجميل الذي القليل من يعملون فيه ويسعون إليه من الأشياء الجميلة والراحبة واللطيفة والتي تكون شيقة للنفس وللذات البشرية. وصحيح أن الناس أصبحت كسالى في هذه الأيام وفي الأجازات لاختلاف الألوان والنفوس وكذلك الرؤى لكل أسرة من أسر المصرية على الغرار الأوروبي والأمريكي، ولكن يوجد بعض الناس الذين ما زالون يتمسكون بالقيم والمواريث والتقاليد القديمة برؤى جديدة أمثالنا. وأننا إذ نتحدث في هذا المعترك البسيط واللطيف في أيام العيد المبارك وأيام التشريق الجميلة التي نسعد بها جميعا كلنا على حدة وكل حسب هواه وحسب تفكيره الذي يحياه. وإن كنا نريد أن نتواءم ونتلائم بعد الفرقة والبعاد المادي الذي أصاب المجتمع المصري والمجتمع العربي في ظل تهافت على الدنيا ومفاتنها. نعم، مفاتن الدنيا كثيرة وجميلة، ولكننا ماذا سوف نصل في النهاية؟ نصل إلى راحة نفسية وراحة ذاتية ليس بالمال وإنما بالرضا بقضاء الله وقدره وبالسعادة التي نحياها جميعا في ظل عالم متغير متعدد الأقطاب نراه يتشكل تشكلا جديدا. وهذه ليست سياسة وإنما هي طبيعة الحياة التي نحياها في عصرنا المعاصر. نعم، إن مصر في معترك جديد وربما نتأقلم أو لا نتأقلم، ولكن علينا أن نكون أكثر وعيا وتفهما لكل الأوضاع التي نراها ونسعى إليها، وكل حسب رؤيته وحسب عقله وحسب ذاته. نعم، إن مصر قلب الوطن العربي، ولكن العالم العربي تشكل الآن تشكلا من الأخوة الخليجيين من الإمارات والسعودية الذين أصبح لهم نفوذ العربي والشرق الأوسطي والعالمي في ظل توائم في الأفكار والرؤى. كل على حدة يريد أن يستأصل بنفسه وذاته على حساب الآخر. المشاريع القومية في كل الدول العربية تختلف حسب رؤاها وحسب ألوانها وحسب ذاتها وذات شعبها، ولكن سيظل الرؤية العربية متباعدة إلى أن نوحدها جميعا ذاتيا ونفسيا، وإن كان هذا صعب المنال والمراسي. ولكننا اتجهنا إلى الغرب واستفاد منا الغرب وما زال يستفيد ويكتسب اكتسابات عظيمة، ونحن نسعد بذلك ونحن لا ننكر أنه مفيد لنا. ولكن هل رؤانا ستظل تسعى لخيرنا أم أننا سنظل تابعين محلقين مرفرفين وراء الغرب الذي ربما يقول الناس أننا
لا نريد غربا أو شرقا، وإنما نريد ذاتنا ورؤيتنا وحياتنا. وإن كان البعض سوف يقول أننا نعيش في عالم عقلي خيالي لنا، ولكن لا ذاك ولا ذاك، وإنما هي رؤى مفيدة لإسلامنا واجتماعيتنا وعدالتنا وحياتنا التي نحياها إزاء هذا الحياة الصعبة التي نتعايش معها. نعم، إننا لا نحارب أحدا ولن نحارب أحدا، ولن نسعى أبدا إلا لخيرنا وخير بلادنا وخير أمتنا. ليس كلاما براقا، وإنما كلاما مفيدا لأمتنا، لحياتنا، لدولتنا، لأمتنا العربية. إنما يعانيه الشعب الفلسطيني في فلسطين من المآسي الشديدة، وكذلك الشعب اليمني والشعب السوري والشعب السوداني يعانون الكثير من التشرذم والتباعد في جميع الدول العربية والدول العالم، وهذا ما نأسف إليه. لماذا؟ لبعض الأشخاص الذين لا يريدون خيرا لدولهم ولا يريدون خيرا لأمتهم، وإنما ذاتيتهم ونرجسيتهم على حساب شعوبهم. وهذا واضح جليا، وإننا لا نهاجم أحدا، ولكنها حقيقة واضحة ونراها في روسيا وأوكرانيا والصراع العالمي المتواصل، والذي سوف يمتد ويمتد إلى المحيط الهادي والصين وتايوان. والصين يناوران، وأمريكا تشعل العالم استفزازا وتستمد ذلك من سلطتها وقوتها عبر التاريخ منذ عام 1990 وسقوط الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة، وأصبحت الشرطي العالم في العالم. نعم، إننا نرى الأحداث برؤى يعلمها الجميع، ولكن لا يتمنون الكلام فيها. وليس هذا مناضلة منا أو جثورا، وإنما حقيقة واقعية نتحدث إليها من أجل عالمنا الذي نحياه في عيدنا الأضحى المبارك، الذي كان فيه الطغاة أمثال صدام حسين الذي سقطوا في عيد الأضحى المبارك، رحمة الله عليه وعلى الشعب العراقي السلام. ولا نهاجم ما قتل بذاته، وإنما إنه فعل وسوف وعاش كيفما عاش، ولم يقتل أزواج بناته عندما هرب إلى الأردن. أتذكرون ذلك؟ نعم، إنكم تتذكرون ذلك وتعون ذلك، وفعل الكثير والكثير. وكذلك الطغاة في كل مكان في العالم، إنهم يحيون حياة يستظلونها بضياء من الحكم والسلطة. وهل سيستمرون؟ هيهات هيهات، فإن الباقي هو الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض وصورها وأبدعها وجعل الإنسان خليفة في الأرض، ولكن الإنسان بغى في الأرض وسيطر عليها وطغى وتصور أنه باق، فلا باقي لطاغ ولا باقي لأحد إلا الله، يرث الله أرضه عليها. إن الله عز وجل هو الوارث الأحد الفرد الصمد مالك الملك ذو الجلال والإكرام. أعزائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، في ممشى نادي التوفيق للتنس، في هذه الكلمات البسيطة في يوم الثاني من أيام عيد الفطر المبارك الكريم، أيام التشريق الكريمة، لا يسعنا إلا أن نكون أكثر وعيا وحرصا على ديننا وعلى اجتماعياتنا وعلى بيئاتنا وعلى أمتنا المصرية والعربية عبر التاريخ المعاصر وعبر حياتنا. وإننا إذ نشقى ونتعب من أجل أنفسنا ومن أجل إصلاح ذاتنا وذات أهالينا وأقاربنا، فمن يسمع من لا يسمع فله ما يشاء، فإنها حرية شخصية أستمدها من قلب ينبط بالحق والإيمان والإسلام قدر الإمكان، ونسعى لخيرنا وخير أمتنا. إنها كذلك الدنيا وما نحياها، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأشكركم على متابعتنا في هذه الأيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبركاته. أثابنا الله وإياكم في خيرنا. هذا المظلوم وحاليا تصميم نظم معلومات وزارة السياحة والآثار.